هذه إذاعة إرنا. الكريمات مستمعات إذاعة أرينا والمستمعون الكرام، أهلا وسهلا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 2 سبتمبر. نستهل برنامجنا معكم ابتداء مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام بنشرة للأخبار، ثم يقدم لكم الزميل أحمد شريف وضمن برنامج متابعات الأسبوعي. وفي حلقة اليوم نقدم لكم الجزء الثاني من اللقاء الذي أجراه الزميل أحمد شريف مع المناضل الأستاذ محمد إبراهيم محمد أبو رامي. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأكارم يقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. الإريتريون يحتفلون بالذكرى 59 لانطلاق شرارة الكفاح المسلح. تقارير استخبارية عن إزاحة قائد تنظيم حركة الشباب المجاهدين من منصبه. ترحيب عربي ودولي واسع باتفاق السلام التاريخي في السودان. كانت مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. احتفل الإريتريون خاصة في المهجر وفي ظل الظروف الصحية المقيدة لوباء كوفيد-19 بالذكرى 59 لانطلاقة شرارة الكفاح المسلح على يد القائد الشهيد حامد إدريس عواتي في الفاتح من سبتمبر من عام 1961. وجاءت معظم احتفالات هذا العام بمقالات وأغاني وعروض فيديو ومقابلات صحفية على المواقع الإلكترونية لمختلف الفعاليات الإعلامية. وبهذه المناسبة تداول الناشطون على المواقع الإلكترونية تهنئة القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية في أسمرة للإريتريين، والتي هنأ فيها الإريتريين بمناسبة انطلاق الكفاح المسلح في مطلع سبتمبر المجيد والكفاح البطولي للشعب خلال 30 عاما من عمر الثورة، إضافة إلى تحقيق الاستغلال الكامل في 24 من مايو من عام 1991. وبهذه المناسبة العزيزة يتقدم البرنامج العربي لإذاعة أرينا الدولية للشعب الإريتري في الداخل والمهجر بأحر التهاني بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا، سائلين المولى العلي القدير أن يخلص شعبنا من براثن الحكم الاستبدادي قبل الذكرى 60 لانطلاقة الثورة الإريترية المجيدة. أكدت تقارير استخبارية للأمن المركزي الصومالي بأن أحمد عمر أو أحمد ديري الشهير بأبي عبيدة تمت إزاحته من منصبه كقائد عام لتنظيم حركة الشباب المجاهدين الصومالية. وقالت التقارير بأن الإزاحة تمت على خلفية خلافات حادة داخل التنظيم الذي يحارب الحكومة الصومالية والقوات الأفريقية لحفظ السلام، والتي تشكل إثيوبيا عمودها الفقري. وأشار التقرير كذلك إلى أن أبو بكر آدن تولى رئاسة التنظيم بصورة مؤقتة خلفا لأبي عبيدة والبالغ من العمر 48 عاما. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد وضعت جائزة قدرها 6 ملايين دولار لمن يقتل أو يأسر قائد حركة الشباب المجاهدين الصومالية، والتي تأسست في عام 2004. وكان القائد العام للحركة خليفة أحمد عبدي الشهير بغودانا كان قد قتل في غارة أمريكية في عام 2015. وأعلنت الولايات المتحدة في أكثر من مرة عن مقتل أحد قادة الحركة في غارات لطائرات بدون طيار في أقاليم صومالية متعددة. أشار موقع بوابة أفريقيا الإخباري المتخصص في الشؤون الأفريقية بأن اتفاق السلام بين الحكومة السودانية من جهة وحركات سودانية مناوئة حظي بترحيب دولي كبير. ورحبت الترويكا الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج باتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية التي تضم 4 حركات وقعت الاتفاق. وقال في بيان أن الاتفاق يشكل خطوة أولى في عملية طويلة لإعادة بناء الأمل والاستقرار للمجموعات المتضررة من النزاع في السودان. وأضافت المجموعة أن اتفاق السلام يضع أساسا لسلام واستقرار دائمين في دارفور ومناطق أخرى متضررة من النزاعات، ويعد أساسا للانتقال الديمقراطي في السودان.
ورحبت السعودية باتفاق السلام معتبرة أنه يشكل خطوة مهمة على طريق تحقيق طموحات الشعب السوداني الشقيق وآماله المشروعة في السلام والتنمية والازدهار، كما قالت وزارة الخارجية السعودية. ودعت الخارجية السعودية بقية أطراف النزاع للانخراط في عملية السلام وعدم تفويت هذه الفرصة التاريخية. ورحب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بتوقيع اتفاق السلام قائلا أن الجامعة العربية ملتزمة بدفع كافة أشكال التعاون والتنسيق مع جميع شركاء السلام السودانيين خلال الفترة الانتقالية القادمة، والمقرر أن تمتد ل3 سنوات تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاق. ودعا إلى الاستمرار في حشد المساندة العربية والدولية للوقوف مع السودان بما يعزز ويرتكز على هذه الحقبة الجديدة التي ترسي الأمن والسلام في جميع ربوع السودان من أجل تعزيز جهود الدولة السودانية في تثبيت الاستقرار ودفع التنمية لصالح جميع أبناء الشعب السوداني. ورحب كذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتوقيع اتفاق السلام قائلا في بيان أنه يهنئ الشعب السوداني على هذا الإنجاز التاريخي ويهنئ أطراف المفاوضات على إرادتهم السياسية وعلى تصميمهم على العمل في سبيل هدف السلام المشترك. بهذا الخبر مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرنا. الإريتريون يحتفلون بالذكرى 59 لانطلاق شرارة الكفاح المسلح. تقارير استخبارية عن إزاحة قائد تنظيم حركة الشباب المجاهدين من منصبه، وترحيب عربي ودولي واسع باتفاق السلام التاريخي في السودان. كانت مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تلكم نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة إرنا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. هذه إذاعة إرنا. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في إذاعة إرنا الدولية من باريس، ونسعد مجددا بالحديث مع أستاذنا المناضل الكبير محمود إبراهيم محمد أبو رامي من حيث يقيم في بيرث في أستراليا. نواصل معه الحديث عشان ما يتحدث لنا في الجزء الثاني من هذه السلسلة البرامجية الخاصة بالذكرى 59 لسبتمبر الأمجاد وسبتمبر الأحرار. أستاذ محمود، مرحبا بك في إذاعتك إذاعة إرنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أنت والمستمعين. طيب، كل ما أطل سبتمبر أستاذ محمود، مواصل الحديث اللي كنت تتحدث عنه، شنو الذكريات اللي تتبادر أمامك بالإضافة إلى الشخوص والتاريخ وكل ما ذكرته في الحلقة السابقة؟ أحب تقول حاجة في البداية قبل ما نخش في المحور الرئيسي لحلقة اليوم، وهي حركة الإصلاح داخل جبهة التحرير الإريترية. وأنا بالنسبة لي يمكن لأول مرة أناقش هذه الفكرة، وسعيد جدا أن ألقى واحد من الناس اللي يعرفوا هذه المرحلة معرفة كاملة. فأدينا مدخل عام كده عن سبتمبر. نعم. سبتمبر هذا التاريخ العظيم هو ليس بمجرد ذكرى سنوية نقف عندها لنحتفل وينقضي. نعم. سبتمبر هو تاريخ بكل ما تعنيه الكلمة العميقة، عميقة الإدراك، لأنه في وجدان كل الشعب الإريتري، ولأنه ارتبط بإرادة شعبنا المتمثلة في إيمانه القوي بأن ينال حقه ويسترد كرامته وينتزع ترابه المغتصب، وأن هذا الحق والكرامة والتراب لا يمكن أن يمنح هدية من المستعمر، ولكن يبدو لي بمنهج القوى الوطنية يتم انتزاعه، وهذا ما يمثل سبتمبر. لذلك تنادى شعبنا بكل مكوناته لأن يلبي نداء الوطن لاسترداد
لاسترداده بقوة السلاح بعدما أن استنفذ شعبنا كل الوسائل السلمية على تقريبا مدى 10 سنوات قبل ميلاد سبتمبر. إن سبتمبر لم يولد عبثا، بل كان إرادة شعب، وبالتالي في سبيل تحقيق رسالته استرخص شعبنا كل غال والنفيس، وفي مقدمة ذلك العطاء السخي بأرواحه وأمواله، ودفع بفلذات أكباده إلى الثورة وأتون المعارك الضارية مرددا لبيك يا وطني إن دماؤنا رخيصة مهرا للحرية والانعتاق. وإنما يؤكد ذلك تدفق الجماهير إلى حيث الثورة وجبهة التحرير. العامل ترك مصنعه والفلاح مزرعته والطالب مقاعده الدراسية، بحيث أمكن لجبهة التحرير الإريترية أن تتسع وتعم كل أرجاء إريتريا رغم التفوق العسكري للعدو الإثيوبي وحلفائه. وفي بضع سنوات رغم هذا التفوق العسكري الإثيوبي وتقنيته الذي لا يقارن مطلقا بما يملكه الثوار، تمكنت جبهة التحرير الإريترية أن تغطي كافة أرجاء إريتريا بوجودها. لذلك كان سبتمبر مدرسة ثورية، كان الشعب بكل فئاته وعطائه المعلم الذي نهل من مدرسة سبتمبر الثورية. ليس نحن وحسب، بل أيضا كل القوى الثورية آنذاك وما أكثرها الشعوب المستعمرة كانت منارات جبهة التحرير الإريترية يضرب بها المثل بأمور بسيطة جدا، بسلاح عتيق جدا، بتواجد سكاني قليل جدا، واجهت الاستعمار الإثيوبي المدجج بكل أنواع السلاح وحلفائه من دول الغرب أمريكا وإسرائيل إلى آخره، فكان يضرب به المثل هذا الشعب الصامد المعطاء. وعشان كده يعتبر سبتمبر مدرسة كاملة متكاملة من أجل العطاء الوطني والارتباط الوطني. فهو ليس مجرد تاريخ، بل هو منهج نهلنا منه الثورية، وعلى مدى ذلك 30 سنة واصلنا المسيرة. فباختصار شديد جدا أقول هذا هو سبتمبر. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. يا سلام أستاذ محمود إبراهيم محمد أبو رامي المناضل الكبير، أنا أشكرك بهذه شكرا على واجب. المدخل التاريخي العميق، عميق الدلالة والمعاني، وفي نفس الوقت برضو فيه إشارات لما ينبغي أن يكون سبتمبر رغم كل المحاولات. فشكرا لك أستاذ. الله يحفظك. بارك الله فيك أستاذ محمود. هسي يعني في برضو زي حاجتين كده بعدين دايرين نسأل منها كده. لما نقول حركة الإصلاح داخل جبهة التحرير الإريترية بنعني بها شنو أستاذ محمود؟ ودايرين شهادة لرجل كان شاهد على عصر تلك المرحلة، فافتح لنا كده ملف حركة الإصلاح. أيوة، حركة الإصلاح كما ذكرت أن سبتمبر عندما ولد ما قبل انطلاقته كان الشعب ده مهيئ ومرتب وعارف مقدار المسير اللي هو يخططه من أجل قضيته الوطنية. جبهة التحرير في الفترة الأخيرة بالذات بعد ميلاد المناطق وتوزيع المناطق عانت بعض الشيء، والعدو أيضا ارتفعت وتيرة قمعه بشكل أن يحرق اليابس والأخضر، وأن يرفع شعار لا نريد إنسان إريتري، ولا نريد حيوان إريتري، ولا نريد خيرات إريتري، إنما نريد الأرض والبحر والسماء. وفي سبيل ذلك قرر وأعلن أن يكون هناك الحرائق والإبادة الجماعية
لإريتريا بكاملها. الأرض المحروقة باختصار شديد، سياسة الأرض المحروقة بعد ما البدايات الأولى واجهت وحققت انتصارات الجبهة التحرير الإريترية. لذلك ما نعنيه بميلاد حركة الإصلاح في جبهة التحرير الإريترية هو مسألة استمرارية تصدي الجبهة لسياسات إثيوبيا القمعية، ولكن أمام هذا القمع الإثيوبي العميق جدا لا بد من تصحيح بعد القصور اللي صاحب جبهة التحرير الإريترية. وفي مقدمة ذلك أنه قواه الداخلية كان ينقصها بعد التماسك، بعد الترابط، وبالتالي كان لا بد أن يكون الترابط متكاملا، لأن الهجمة الاستعمارية الإثيوبية المدعومة خارجيا كانت قوية جدا، ويرتقي عطاء الثورة لمواجهة هذا الاستعمار. لذلك عندما بدأت إثيوبيا بالحرائق وبدأ شعبنا في 67 فبراير بداية اللجوء بعدما أبيدت القرى في بركة السيدنا وإلى آخره، وامتدت إلى بقية المناطق، هنا كان لابد أن يكون في سؤال محوري يجيب عليه الكادر الواعي: لماذا؟ نعم. والإجابة كانت على النحو التالي. حقيقة أنا ذاك الإجابة رغم قصر الإمكانات الفكرية اللي كانت موجودة، لأن السؤال كان بديهي جدا: ليه ما نتصدى لهذا الاستعمار الإثيوبي بما يمارسه من أسلوب الحرب بعدما فشل من مواجهتنا عسكريا وجه لوجه؟ كان السؤال الهيكلية اللي تقود جبهة التحرير الإريترية آنذاك بكل أمانة يا أستاذ الفاضل، بكل أمانة. نعم. كانت هنالك فواصل بينها. فمثلا العمل ما ينقاد إلا بعقلية مركزية دارسة مرتبة لكل شيء، لكل صغيرة وكبيرة، متجهة في تحقيق هدفها الأسمى والأكبر. لكن ما كانت تعانيه آنذاك جبهة التحرير الإريترية مع التوسع الكبير اللي حصل في استقطاب الجماهير العريضة، كانت هنالك مشكلة رئيسية تماما. فمثلا انشقال القيادات المركزية اللي هي ترسم السياسات وتنزلها للقاعدة وللجيش والكل، انشقالها بقضايا أكبر. فمثلا المجلس الأعلى نهائيا كان منشقل بالخارج بإيصال هذا القضية الوطنية وهذا الصوت إلى المحافل الدولية. نعم. في الهيكلية اللي كانت مرسومة القيادة المجلس الأعلى، وفي النص القيادة الثورية، ومن ثم المناطق الخمسة، فتكونت القيادة الثورية في كسل على أساس أن تكون الرابط بين المناطق العسكرية وبين المجلس الأعلى وتمشي السياسات. أيضا القيادة الثورية في داخلها أصبحت منشقلة، لا تستطيع أن تحرك ذاك إلا لماما. ونأتي في الطامة الأساسية الكبرى اللي ما قدرنا نواجه بها الاستعمار الأثيوبي وسلوكياته وأسلوبه الإبادي، هو المناطق الخمسة التي ما حتكلم فيها دي، لأن هنالك من يفسرها تفسير أكثر عمقا، وهي أن هذه المناطق الخمسة كانت أكثر وبالا وأكثر عبئا على مسيرة العمل الثوري، لأن المناطق الخمسة لما تم تكوينها وإقامتها كان نقل التجربة الجزائرية إلى أن حققت هناك انتصارات كبيرة، ونقلها وترجمتها ورسمها وتطبيقها في داخل إريتريا. وهذه المسألة دي دون دراسة واقعنا الاجتماعي وتركيبتنا في داخل إريتريا، نقل ذاك كان فيه خطأ كبير، ولو أن كان المقصود منه سرعة تحقيق النصر كما حققته الثورة الجزائرية. لكن المناطق الأربعة لما فيهم بعد ذلك الخامسة أصبحوا كلهم جسر مبعثرة، جزر متباعدة.
لا علاقة بين الأولى والثانية ولا مع الرابعة ولا الخامسة والسادسة، كلا أصبح منفصل بحاله بإرادته إمكانياته، من فيها مناطق فقيرة فيها مناطق عالية. فلذلك هذا كان له تأثير قيادة الاستراتيجية العسكرية الموحدة في مواجهة الاستعمار الأثيوبي والتقنيات اللي كان يوردها. استأذنك بارك الله فيك، حتواصل الحديث، استأذنك فقط نقول إنه نعمل فاصل. مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء، أنتم مع برنامج خاص من إرنا الدولية، وبمناسبة الذكرى 59 لسبتمبر التحرير والحرية، ومعاكم المناضل الكبير الأستاذ محمود إبراهيم محمد أبو رامي من أستراليا، يتحدث من بيرث لإذاعتكم. أستاذ محمود، طيب نعم. هل كانت فكرة المناطق وما صاحبها من تراجعات أو إشكاليات هي الوحيدة التي فرضت فكرة حركة الإصلاح، ولا كانت برضو في حاجات تانية مصاحبة وجات الفكرة بتاعت الإصلاح، والظروف كانت وبداية الفكرة ذاته كانت إيش الأدوات اللي استخدمتها حركة الإصلاح داخل جيش التحرير؟ جميل جدا، أنا كنت جاي عليها، لأن وجود الجيش مبعثر في مناطق ما في استراتيجية موحدة تقوده كل في منطقته، كان له تأثيره المباشر في مواجهة النظام في مواجهة الاستعمار الأثيوبي. التأثير القيادي الأعلى أيضا كان كل مشغول في أعماله وأعضاء الخارجية. ممكن القيادة العليا اللي هو المجلس الأعلى إيصال هذه القضية في المحافل الدولية وكسب لها الدعم، والقيادة الثورية وأيضا حالة اللا ثبات. إذن الثلاثة كان عندهم دور، ولكن النقطة الأساسية والمهمة كانت حالة اللا ترابط واللا مركزية موحدة تقود الجيش الممثل في 5 مناطق، لأنه كل منطقة باختصار، ولو أن هذه المسائل الدقيقة ما بشكل ارتجالي تتقال، لكن للتنوير العابر هي كانت السبب اللي ما مكنت مواجهة العدو، وهو يحرق أرضنا ويقتل جماهيرنا ويدفعنا إلى اللجوء. ليه؟ لأن المنطقة والمنطقة المجاورة لها عندما يتم هجمة العدو لا تستطيع المنطقة الأخرى أن تدعمها وتسعفها ويشكل عمل موحد لمواجهة وردع الاستعمار وجحافله من الجيش. ده كان له تأثير كبير جدا في نفسيات المقاتل، وكان له تأثير جدا في مسار العمل العسكري، وكان له كسب كبير بالنسبة للعدو لأنه كان يتحرك بأريحية تامة. لذلك الخلل الرئيسي اللي أدى هو هذه الوجود، هذه المسائل ده أصبح من الضرورة أن كل الكادر اللي وعيه ذاته بنسبة محدودة اللي كان موجود لا بد من إيجاد مخرج. هذه المسميات بحفظها كما هي، تبقى القيادة العليا المجلس الأعلى، تبقى القيادة الثورية، تبقى المناطق المبعثرة كجزر، كل هذا بوضعه المستمر لن يخدم في ظل استراتيجية الهجمة الإثيوبية المدعومة خارجيا. هذه هي الأسباب اللي أدت إلى طرح السؤال ده. لا بد التحرك السريع لإنقاذ جبهة التحرير الإريترية من كل الكادر الموجود. نعم. طيب، فلذلك المطلب الرئيسي اللي كان موجود في من كنا نتحاور كيف المخرج إذن هو يجب أن يكون هنالك نداء سريع جدا في توحيد الجيش وإلقاء المناطق، لأن وحدة الجيش هي اللي تأمن سلامة مسار العمل الوطني. بدل 5 مناطق وفي 5 جزر وكل مستقل بذاتيته، مناطق بعضها ضعيفة وفقيرة وأخرى غنية،
كل هذا لما يتم توحيده ويكون جيش تحرير واحد، تبقى المسألة أيضا بعد كده تصحيح المسار الخارجي وتصحيح المسار الثوري في قيادة. فلذلك الهدف من انطلاقة حركة التحرير كان هو حركة الإصلاح، كان هو توحيد الجيش. هذه إذاعة إرنا. طيب هذه المعنى. هل وجهت بأي مشكلة، بأي رياح معاكسة الحركة؟ دقيقة. جميل. طيب السؤال اللي كان يطرح نفسه مباشرة كان يطرح لنا كالآتي: طيب وإيه هو الحل بعد توحيد الجيش؟ أهداف حركة الإصلاح كان أولاً الخطوة الأولى توحيد جيش التحرير بالكامل. 2، ضرورة العمل العادي لتوحيد وعقد مؤتمر وطني، لأنه الجيش هو صمام الأمان إذا توحد، والمناطق والمؤتمر الجامع جماهيريا وسياسيا كادريا وجيشا يؤمن القضية ويضعها في مسافها الصحيح. دي بقى الخطوتين الأساسيتين اللي حملت الإصلاح ميلاد بهم. تحرك، تكون، ويتولد وحدة الجيش، ومن وحدة الجيش ننطلق إلى عقد المؤتمر الوطني العام، وهو الهدف الأعلى لتوحيد مسيرة الجبهة. دي بقى الأرضية اللي اتولدت منها. المسببات زي ما ذكرتها في الأول، والهجمة بتاع العدو المرتبة بعد دراسة واقعنا، المواجهة الرابعة والتصدي له عقيمة لأن قوانا مبعثرة واستراتيجيتنا ما كانت صحيح، كل منطقة كانت تواجه، ولكن أمام ذلك التفوق كان يواجهها كثير من المصاعب إنجاز وردع العدو السوري. طيب جميل، هذه هي المبادئ بقى. إذن هذه المبادئ ده قبل ما أدخل أنا في حتة وكيف تم وكيف بدأت وكيف انتشرت وإلى آخره من الأسئلة ده، هل انتصرت ولا أجهدت، كل هذه المسائل ده ممكن إذا في إيش اسمه الواحد يطلع عليهم. لكن هل واجهت مصاعب رئيسية وأساسية؟ أيوة، واجهت مصاعب كثيرة جدا. أولها هو التشكيك ووصم حركة الإصلاح، رغم أن اللي قاموا بها كلهم عناصر مناضلة وشريفة وموجودة في عمق المسؤوليات، يبقى في داخل الميدان أو في واقعه الموجود خارجه، مثل اللجنة الثورية. كان في تشويه، كان في مسائل كبيرة جدا. التشكيك كان أساسي، كيف يعني تنظيم في داخل تنظيم، هو كل هذه المسائل كان له جدا. لكن بتماسك المجموعة المكونة وإيمانها بالرسالة دي تمكنت أن تسبب، لأن انطلقت في اتجاهين. انطلقت في كسب قواعد الجيش في الداخل وكسب الجماهير الموجودة في السودان أستاذ محمود، وشرح لها. لو سمحت لي أستاذ محمود، كان عندها قائد معين ولا هي كانت إحساس لدى عدد من قادة الجيش؟ يعني لما نقول حركة الإصلاح نقدر نشخص لها شخصيات معينة؟ زي ما قلت، هي الفكرة تفتقت في مجموعة محددة وتبادلوا الفكرة. وماذا هو المخرج؟ والمخرج هو يا جماعة إذا ما توحد الجيش ما يكون حاجة. أفكاري أولية، لكن ما كان عند قائد بعينه. أحمد شريف هو قائدنا، نقول له والفكر اللي جابه أحمد شريف هو لا مجموعة هي مع بعض وتنقل هذه الفكرة داخل الميدان، منطقة أولى، منطقة ثانية، ثالثة، رابعة، هذه وكسب عناصر من الكوادر الموجودة هناك
والهدف الأساسي هو توحيد الجيش لوصولا إلى هناك. أيضا أهم صفات كانت متوفرة لدى المجموعة اللي تنادت في حركة الإصلاح؟ هل المستوى التعليمي كان أحسن؟ هل الخبرة مثلا، خبرة المكوث في النضال؟ هل كانت حركة شبابية مثلا؟ والله صدقني ما كانت لا حركة شبابية ولا حملة فكر ولا أيضا عناصر متميزة أبدا مطلقا. والله كلهم كانوا مستوى واحد، ولكن المآسي اللي كان يعيشها الساحة الميدانية بالذات واللاجئين والضربات والحرائق، ده كان اللي يحرك عليهم البحث عن المخرج. لأن لا نستطيع أن نضع العدد. يا جماعة إيش قاعدين نعمل؟ لابد أن نتحرك. فهذا التنادي خلق مجموعة، هذه المجموعة طرحت هذا الفكرة. قسمنا في المناطق، في المنطقة الأولى، في المنطقة الثالثة، في المنطقة الرابعة، وبلورت هذه المسائل ده. وده بدأ فعلا نتيجة الأزمة اللي كانت موجودة يكتسب ثقة من المقاتلين. والعمل كان عمل سري حتى لا يجهد من بدايته قبل ما يحقق التقدم على شيء. لكن كان يواجه أيضا من الداخل وتشكيك في المسألة وتعتده، إلا أن المرارة الواقع اللي كان آنذاك الكل تبنى هذه المسألة دي ونادى بأن يكون العمل ده يشوف النور. وإلا مش مجموعة بعينها ولها دراسة فكرية تطرحها. زي ما قلت لك نقطتين أساسيتين كانت هي المطروحة عشان نأمن سلامة جبهة التحرير الإريترية. لابد من توحيد الجيش. هذا هو السؤال الموجود. طيب يا جماعة وحدناهم، ما العمل؟ الوصول إلى مؤتمر وطني جامع تتم فيه دراسات، تتم فيه كل ما، لكن حس هذه الجبهة يتطلب إنقاذها من الواقع المرير الموجود فيها. أستاذ محمود، والهول اللي كان موجود. نعم. لو سمحت لي سيد الكريم، لأنه زمننا برضو في الحلقة انتهى أو أوشك بالنهاية، ولكن سنكمل الحديث مباشرة لنقف ودارين نربط الواقع بالتاريخ، يعني بمعنى يعني وكأنه التاريخ يعيد نفسه الآن في مجموعة من الحركات المقاومة أو المعارضة، وكأنها تحتاج برضو إلى مؤتمر شامل. إذا كان زمانك مناطق وكده، برضو الآن في تيارات وشعارات وكده، برضو تحتاج إلى أمر جامع، إلى ما يمكن أن يجمعها. ما نقدر نقول يبقوا تنظيم واحد كلهم، لكن على الأقل يكون الهم واحد، هو إسقاط المجموعة المسيطرة والمحتلة. ولذلك وكأنه نحن دايرين نستفيد من التاريخ عشان ما نوحد هذه التيارات المعاكسة. فلو سمحت لي أستاذ محمود، في الحلقة طوالي مباشرة حنسجل وحنتحدث كيف وجهت الفكرة، وما هي الأدوات التي استخدمت في مواجهتها، وكيف قمعت، وتداعياتها كانت شنو، وكيف ممكن نستفيد من التجارب. فرأيك شنو؟ إن شاء الله نعمل خاتمة لهذه الحلقة عشان ما نرجع ثاني. إيش رأيك أستاذ محمود؟ هذا شيء جميل جدا. أنت ملك الترتيب لهذه المسألة دي، وما أنا إلا كما توجهني أوجه يا حبيبنا أيها المناضل الكبير. أنت قائد جميل جدا. أنت قائد هذا الركب الجميل، قائد التاريخ، لا تفند لنا التاريخ وتقرأ قراءتك الشخصية كشاهد لعصرك. شكرا لك أستاذ إبراهيم محمود إبراهيم محمد أبو رامي لحديث سرنا في الجزء الثاني في البرامج الخاصة بسبتمبر في ذكراه 59 سبتمبر الأمجاد والحرية. كنت معكم أعزائي المستمعين محدثكم أحمد شريف برفقة تحايا زملائي فتحي عثمان وبنيام سيمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا. وقبل ختام برنامجنا أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم.
الإريتريون يحتفلون بالذكرى 59 لانطلاق شرارة الكفاح المسلح. احتفل الإريتريون خاصة في المهجر في ظل الظروف الصحية المقيدة لوباء كوفيد-19 بالذكرى 59 لانطلاقة شرارة الكفاح المسلح على يد القائد الشهيد حامد إدريس عواتيه في الفاتح من سبتمبر من عام 1961. وجاءت معظم احتفالات هذا العام بمقالات وأغاني وعروض فيديو ومقابلات صحفية على المواقع الإلكترونية لمختلف الفعاليات الإعلامية. تقارير استخبارية عن إزاحة قائد تنظيم حركة الشباب المجاهدين من منصبه. أكدت تقارير استخبارية للأمن المركزي الصومالي بأن أحمد عمر أو أحمد ديرية الشهير بأبي عبيدة تمت إزاحته من منصبه كقائد عام لتنظيم حركة الشباب المجاهدين الصومالية. وقالت التقارير بأن الإزاحة تمت على خلفية خلافات حادة داخل التنظيم الذي يحارب الحكومة الصومالية والقوات الأفريقية لحفظ السلام والتي تشكل إثيوبيا عمودها الفقري. وأشارت التقارير كذلك إلى أن أبو بكر آدن تولى رئاسة التنظيم بصورة مؤقتة خلفا لأبو عبيدة والبالغ من العمر 48 عاما. ترحيب عربي ودولي واسع باتفاق السلام التاريخي في السودان. أشار موقع بوابة أفريقيا الإخباري المتخصص في الشؤون الأفريقية بأن اتفاق السلام بين الحكومة السودانية من جهة وحركات سودانية مناوية حظى بترحيب دولي كبير. ورحبت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج باتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية السودانية التي تضم 4 حركات وقعت الاتفاق. كما رحبت السعودية بالاتفاق معتبرة أنه يشكل خطوة مهمة على طريق تحقيق طموحات الشعب السوداني. كما رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش بتوقيع اتفاق السلام قائلا في بيان أنه يهنئ الشعب السوداني على هذا الإنجاز التاريخي ويهنئ أطراف المفاوضات على إرادتهم السياسية وعلى تصميمهم على العمل في سبيل هدف السلام المشترك. كان هذا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا لهذا اليوم. وقبل الختام أيضا نذكركم أنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicarena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم مجددا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج متابعاتي والبرامج الأخرى لإذاعة إيرينا. لكم تحياتي زميلي أحمد شريف، ولكم تحياتي أيضا محدثكم فتحي عثمان وزملائي في الإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إيرينا.